السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبتدي نعمل صوص شوكولاتة. لو انتي مش بتعرفي تظبطي صوص الشوكولاتة تعالي هعملهولك على البارد. هنعمله في الخلاط ان شاء الله، بس حطي لايك كده للفيديو. ولو انتي مش مشتركة في القناة ممكن تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هناخد مقادير متساوية ايا كان، نص كوباية، كوباية ونص، اي مقدار، بس اهم حاجة يكون متساوي من التلاتة. تمام. انا دلوقتي عامله مقدار النص كوبايه اللي هي بتاعت الكوبايات المعياريه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. حاطه فيها اللبن نص كوبايه، وحاطه منها نص كوبايه لبن بودر، ونص كوبايه كاكاو خام، ونص كوبايه سكر من بتاع الشاي العادي جدا، سكر الحبيبات الناعم. تمام. طبعا كل الكلام ده كله هيكون في الخلاط. اول حاجه اجيب الخلاط، احط نص كوبايه اللبن، واللبن يكون سخن او بيغلي. احط عليها نص كوبايه السكر، واحط عليها نص كوباية اللبن البودر، وكمان الكاكاو. لو عايز بديل الوصفة دي مكان اللبن الحليب هتحطي مية سخنة او مية مغلية، تمام، مفيش اي مشكلة. تمام. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض. وطبعا يا سلام بقى لو عندك كيس نسكافيه كده بلاك، او معلقة واحدة، يعني هو كيس معلقة. هتجيبي كيس كده او معلقه واحده لو عندك البرطمان، وتدوبيها كده في سنه ميه صغيره وتحطيها مع الخليط. تحفه جدا، هتودي الخليط ده او الصوص ده في حته تانية. بس حاليا مش عندي، فانا بوريكم اهو. بخلط المكونات، خلطت كلها مظبوطه على الشعره يعني. اعملي المكونات دي بالظبط، عملتي منها كوبايه، عملتي منها نص، عملتي منها كوبايتين، عملتي منها كوبايه ونص، عملتي منها ايا كان المقدار. المهم كله متساوي قد بعضه. في الاخر حطي معلقه الزبده، او هي معلقه صغيره، تمام، معلقه صغيره زبده. او ممكن تحطي معلقتين زيت كده صغيرين، او معلقه كبيره زيت يعني، بس يكون زيت اكل نضيف. بصوا قوام صوص الشوكولاته نازل عامل ازاي، مظبوط جدا. مش هيغلبك بقى ان انتي تطلعيه ازاي من على البوتاجاز او الكلام ده كله. لا، اعمليه على البارد، والله تحفه جدا، احسن من اللي انت بتشتريه من بره مليون مليون الف مره. هنبتدي ان احنا نصفي الشوكولاته كلها. احط معلقتين كده لبن، واديكوا شايفين اهو اللون ده، معلقتين لبن حطيتهم في قلب الشفشه بتاع الخلاط عشان انضف باقي الخلاط، لاني مش هسيب منه معلقه واحده، مش هسيب منه اي شويه صوص بصراحه، لان هو بجد خطير يجنن. السكر بتاعه مظبوط جدا. لو عايزه تقللي سكر عن كده قللي، عايزه تزودي زودي، بس السكر بتاعه مظبوط كويس جدا. انا بقول لكم حطيت معلقتين من اللبن. بصوا القوام عامل ازاي بعد ما حطيت كمان اللبن. والمفروض ان ده كده ساخن لسه هيبرد ولسه هيخش التلاجة. ولو دخل التلاجة وجمد عن كده وانت عايزاه اقل من كده، يعني عايزه القوام بتاعه اخف من كده، هتبداي ان انت ساعتها تزودي له شويه لبن او شويه ميه زي انت ما عايزه. بصوا الخليط لامع جدا، معلقه الزبده اللي انت حطيتيها او لو معلقه زيت يكون نضيف. تمام، بتاع الاكل بتاع الحلويات. آه بصوا انا بصراحه معجبه بيه جدا. قاعده بقى بلعب بيه. اول ما يبرد ان شاء الله هحطه في علبه محكمه الغلق، واحطه في التلاجة لو انا هستخدمه يوم او اتنين كده. هحطه في الفريزر لو انا هستخدمه بعد اسبوع بعد اسبوعين، مش هيحصل له اي حاجه. هتطلعيه، بس اهم حاجه يكون في علبه محكمه الغلق علشان ما ياخدش اي ريحه من التلاجة. تمام. وان شاء الله هنعمل بيه كب كيك، هنزوق بيه كب كيك او كيكه ايا كان بقى اللي هنعمله في الفتره الجايه دي ان شاء الله، هنزوق بيه الكلام ده كله. الصوص بتاعنا فيه لمعه شديده جدا. قوامه كويس جدا وهو ساخن. هيبرد قوامه هيتقل شويه لو انت حباه اتقل. لو لقيتيه تقيل قوي بعيدها تاني، لو لقيتيه تقيل قوي وانت حابه تخففيه، حابه يكون خفيف عن كده، زودي له شويه ميه او شويه لبن. وممكن تعمليه من البدايه بشويه بميه بدل اللبن. تمام. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.